هاد الحكايه ما في حياتي ما حكيتها. كنت موزع ديستريبيور في واحد المسلسل في التلفزيون، كانت ليبوك كانت شانه واحده، قناه واحده، التلفزيون الجزائري. كنت موزع تما في واحد المسلسل، وكنت نجي مقرعه لو ام بي ا بوسائلي الخاصه، يعني ما عنديش نقل. وكنت صورت من قبل واحد اليومين، ومن بعد اليوم الثالث ولا الرابع الله نسيت، جيت مقلعه كما كان الحال، وكار وتعرف وميزيريا وتمرميد وبدل زيرالدا وبدل لحقت العطار لو ام بي ا. لحقت العطار قالوا لي راحوا يصوروا. وين راحوا؟ العين طايه. تمرمت البيس طباق طب لحقت العين طايه، مانيش عارف كيفاش لحقت باسكو ليبوك. المهم كي لحقت البلاطو قالوا المخرج، قالوا له وجا مخرجه، قالت لهم ما سحقوش خلاص. هذه هي. من بعد ما رحت بلا تقربيع، بلا زعاف، بلا. عاود تلاقيت بهذه المخرجه من بعد؟ عاود تلاقيت بها عادي، ونتلاقى بها لدوك وعادي، ومانيش نسات هي الحديثه؟ مانيش عارف الا نسيت، ما هضرناش عليها. انت ما نسيتهاش؟ ما انا ما نسيتهاش، فنسيتها لو كان ما فكرتنيش فيها. نيسان ديكليك ممكن جدا نديك ليك، ممكن جدا يكون حافز. بصح واش قلت لك في الاول، صادير سي بور لي جون، ما تفشلش. خاطر حادثه كيما هذه ماشي الزوخ عليك. كنت قادر نحبس، وداير من بعد حبست. ان 2006 حبست، قررت نحبس. يعني جايك لهذيك النقطه. ناه. دونك فوالا سي ميساج لي جون، مهما كانت الصعوبات ما تفشلش. من بعد تعبز على الزر؟ ما نتمناش، مي بون فوزي. تقدر تعطينا اسم المخرجه؟ ما نحبش، نو باسكو ما قلت لك مانيش زعفان عليها. ماكش حقد عليها؟ بالعكس. بالعكس ماني زعفان عليها. ما جات هكذا مرحبا وخلاص.